وتابع مع معاليك. شكرا واخد بالك من وقتك. شو لا بس حتى انا بدي احكي الطفله الصوفيه مشكلة انا بعرف قصتها وبعرف اهلها، وبعتقد اللي عم يعملوه اهلها هن سلموا بوضع على صوفيه، بس عم يعملوه فعلا كرمال غير صوفيه. بس عم تبكي انت؟ لا بعرفها، مش عم ببكي، بس اللي بيعيش الشغله مرسال غير يعني اللي بيكون عم ياكل الضرب غير اللي بيكون عم يحكي هيك بالموضوع. يعني انا بشكرك مع الوزير، بعرف دايما الناحيه الانسانيه اللي انت عندك اياها، بعرف علاقتك ببعض الناس، بعرف شو بتهتم ببعض العيال، وبعرف هذه الوضعيه، وانا بشكرك انك انت اجرتنا، لانه وزاره اهل صوفيه هلا على الهواء، ما بعرف، ما كنت عارف انك تعرفهم، تفاجأت هلا بدموعك وعيونك، لانه كل مره بنفتح ملف نحن دايما بمحل اتهام والرصاص بيتقوص علينا، لانه دايما الاطباء هن بمحل هن ما بيغلطوا. نحن ما عم نتهم، ومين نحن تنتهم؟ نحن عرضنا قضيه قامت لايام وما قعدت. انا اللي عم بقوله انه اهلها قرروا انه من وراء صوفيه بدهم ينقذوا اخرين، يعني مشان هيك الاعلام لازم يواكبهم لحتى يقدروا ينقذوا الاخرين. ما بعرف مين الطبيب وشو اللي انعمل وشو اللي ما انعمل، انما هذا الموضوع ما في واحد يغطي عنه وكل يوم يصير على السكت بمكان وما حدا يحكي عنه مشان يصحح للمستقبل. مشان هيك دور الاعلام طبعا يحكي عن هيك مواضيع لحتى نتحاشى بالمستقبل نوقع باخطاء منها. اكيد انا رح اقول شغله لاول مره بقول على التلفزيون، انا غيرك حضرتك معاليك وعندك مصداقيتك، يعني انا تعرضت لخطأين طبيين، بعتقد لو بارز وضعيتي لنقابه الاطباء بعتقد بعمل لهم فضيحه لبعض الاطباء المشهورين المرموقين بالبلد، بقى معلش بده يسمحوا لنا فيها شوي، لانه مش على طول بيعملوا لنا انتميداسيون تحت عنوان انه ضغط اعلامي وضغط قانوني وضغط انه بنخوفكم ملفات قضائيه، ما حدا